دلوقتي طبعا يا جماعة احنا شغالين اهوت على الجبس. طبعا بتاع الجبس هو ركب الميتال، ولكن ربى جبس كتير عشان خاطر ان هو يظبط، معرفش يظبط ومش هيظبط معاه. احنا طبعا بنظبطه بالبرة زي ما احنا شايفين كده. تمام، شايفين الفرق فوق قد ايه؟ لما نيجي هنا ده كده لسه ما خدش معجون، دي طبقة المعجون اللي اتحطت، شايفين قد ايه؟ بنحط كده تمام عشان خاطر ان احنا نسوي الدنيا كده. تمام، فالبرة طبعا مهمة جدا جدا. بتاع الجبس الصراحة التقفيل بتاعه مش كويس خالص، فالحمد لله نحاول ان احنا نظبطه على قد ما نقدر. طبعا احنا كده دلوقتي يا جماعة بنمحر، مش بنعمل جبس. طبعا فيه ميتال راكب من الناحيتين الاتنين، والميتال عالي، وطبعا هو قلنا ان هو ما سواش. تمام، زي ما احنا شايفين كده ايه المنظر ده. فبنضطر ان احنا نحط كمية كبيرة كده، وبعدين بنمشي عليها كلها عشان نخليها بسوى واحد. فانا بقول لو انت هتعمل الميتال بالطريقة ديت او بالمنظر ده ما تركبش خالص احسن. تمام، سوق شغلك وسيبه زي ما هو، واحنا ان شاء الله هنظبطه ويبقى كويس. معروف ان النقاش بيظبط اي حاجة، اي حاجة يقول لك النقاش يظبط. تمام، فخلاص يا عم سيبنا نظبطها احسن ما تعمل لنا المشكلة اللي احنا فيها دي دلوقتي. ارجع على كده عرضه. شايفين الطبقة اللي انا هحطها قد ايه عشان ان انا اساوي ديت بديت اهو. كتير اصلا، دي طبقة كتير قوي على الجبس، عشان كده احنا بنحط عليها ديوند عشان هو ما يفصلش ويديها مكانه. وطبعا عملنا قبل كده السيلر فنتريتنج، لان الجبس ده ليه كمان كان ضعيف زي ما شفنا. قفل عقله وانزل. اما بنيجي نقول يا جماعه للزبون الجبس بيبقى غالي شويه عن الحيطه، ويبقى في دماغه ان الجبس البور ده هيندهن كده على طول، مش هياخد شغل ولا هياخد اي حاجه. فدي عينه بسيطه من اللي احنا بنشوفه، عشان لما بنيجي نقول لحضرتك ان الجبس البور ليه سعر تاني وليه كلام تاني، ما تبقاش حضرتك تستكتر على الصنايعي. ممكن تشوف الشغل الاول وبعد كده تبقى تحكم اذا كان الشغل يستاهل فعلا ولا ما يستاهلش. شايفين الجبس كله عالم الجناب، حاجه بصراحه زي الزفت. لو انا شطبت على كده هيطلع المنظر الزباله، انا عن نفسي مش هبقى راضي عنه، مع انه هو مش خطأ ولا هو عيب، ده هو عيب بتاع الجبس، انا ماليش دعوه. بس احنا اتعودنا وعودناكم ان احنا بفضل الله نقدر نظبط اي حاجه، وما بنحبش نعمل حاجه كده اي كلام. شايفين هنا مثلا، شايفين هنا الارتفاع قد ايه؟ شايفين قد ايه؟ ثواني كده، دي محطوطه اهيت والسكينه تحتها اهي. تمام، في وراها اكتر من نص سنتي عشان احنا نظبطها مع الجبس.
شايفين ولا اللي بنضحي عشان خاطر ان احنا نظبط الدنيا في العميل. وطبعا ما خلصش على كده، لسه هياخد سكينه واثنين وثلاثه. سقف عقل. كده طبعا اهو اتظبط الحمد لله. لسه طبعا بعد كده هياخد ايه معجون جاهز. المهم ان احنا ظبطنا العلب الواطي وخليناه بقى كله ميه واحده. هنا طبعا لسه ما ظبطناش، المنظر بصراحه مش حلو خالص. وطبعا زي ما شفتوا بنضطر ان احنا نربي طبقه معجون كبيره. بعد كده المرحله اللي بعد كده ان شاء الله لقينا ناس كتير هتسال هتعمل فيه ايه تاني يا عم ابراهيم. بعد كده هنصنفره او هندي عليه سكينتين معجون جاهز او 3 على حسب ما يحتاج، وبعد كده يتصنفر، وبعد كده ياخد الوش البطانه بتاعه، وبعد كده التشطيب. تمام كده شغل الجبس بتاعنا اهوت عملناه لحضراتكم. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. تابعونا ان شاء الله هيكون في استفاده، سواء حضرتك عميل او سواء فني. ان شاء الله كده كده طالما دخلت القناه بتاعتنا هتستفيد، يعني هتستفيد. عمرك ما هتطلع منها خسران، ولا هتحس ان انت ضيعت وقتك، ولا هتحس ان انت خسرت الوقت بتاعك، الا هتلاقي فيه فايدة ان شاء الله. تمام. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم اخوكم ابراهيم العزب واخوكم حريش. ايوه طبعا. اظن انت اول مرة تنظف بيت النور كده، بس احسن بكتير. هو طبعا للاسف مفيش اصلا حد بينظف بيت النور بالمسدس كده، ولكن دي طريقتنا احنا وشغلنا احنا ان احنا لازم ننضفه. يعني مش عايز اقول لكم انا نزلت البلد مخصوص جبت الكمبرسور عشان خاطر انضف بيت النور، وعلب مفاتيح الكهرباء اللي هي ديت برضه لازم ننفخها بالمسدس وننضفها، علشان لما الكهرباء يجي يشتغل يلاقي الشغل نضيف وما يوقعليش حاجه على الشغل بتاعي. وكمان وانت بتشطب ما يطلعش معاك رمل او يطلع معاك حاجه في الروله وانت شغال. فالفنتليتر بيدي لها قوه ومتانه، خلاف طبعا احنا بنحط اديبوند وبنحط حاجات تانية. المهم ان احنا سوينا الزاويتين الاتنين ببعض اهوت. طبعا خد شغل كتير، خد بدل السكينه 4. تمام، عشان يطلع في الاخر حته مرايه زي كده، لان هو لازم يطلع كده. لو الجبس ما طلعش كده يبقى ملوش اي لازمه.
ده السيلر الناري اهو. تمام. بعد كده بقى هنشطب عليه البلاستيك ان شاء الله. يعني الناس اللي دلوقتي يا جماعه بندي السيلر بنتريتنج تاني اهوت. طبعا شفتوا الجبس ده كان في الاول عامل ازاي وشفتوا كان شكله ايه. شايفين دلوقتي الحمد لله النتيجه بتاعته عامله ازاي. حته مرايه. طيب انا بديله السيلر بنتريتنج تاني علشان خاطر طبقه المعجون اللي احنا حطيناها، عشان هي مش طبقه بسيطه، فالبنتريتنج يديلها قوه ومتانه. خلاف طبعا احنا بنحط اديبوند وبنحط حاجات تانية. المهم ان احنا سوينا الزاويتين الاتنين ببعض اهوت. طبعا خد شغل كتير، خد بدل السكينه 4. تمام. عشان يطلع في الاخر حته مرايه زي كده، لان هو لازم يطلع كده. لو الجبس ما طلعش كده يبقى ملوش اي لازمه. ده السيلر الناري اهو. تمام. بعد كده بقى هنشطب عليه البلاستيك ان شاء الله. يعني الناس اللي هتشوف اول الفيديو او الناس اللي هتشوف الجبس ده كان عامل ازاي هيشوفوا دلوقتي النتيجه، هيعرفوا قد ايه التعب اللي احنا عملناه فيه. وطبعا ما اتظبطش الا بالبلغه ال40، عشان برضو ايه تبقى عارف ان الكف او السكينه مش هيظبط عمره زي كده. كده يا جماعه السقف بقى مرايه اهوت، وده كده جاهز معانا على التشطيب. حاجه بالصلاه على النبي، يعني مرايه. طبعا شفته في الاول كان عامل ازاي، فكده الحمد لله اتظبط ظبطه من نار ان شاء الله. ولا يأثر فيه رطوبه ولا يأثر في اي حاجه، غير طبعا ان هو قوي جدا، ما عادش الجبس الضعيف اللي هو كان بيفرق في الاول ده.